بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وردنا السعيد هذه الأشواط الأبكار المفاريد ينطلق على بركة الله. ننطلق وإياكم وبحضراتكم لنتابع المركز الأول. مرضي بن دحان يقدم لنا الغزالة مع أول المراكز، ولكن من الجانب الأيمن وتابع سعود بن خلف الدحان يقدم لنا سيوف سعد. بالفعل يقدم انطلاقة سيوف المركز الثالث، وتابع القادمة أيضا صارت الزعفرانية القادمة أيضا شوق والشعار شوق عبد الرزاق بن معوض العرنون، والقادم شعار عبد الله بن نافل الشمري يقدم لنا شعاره، وأيضا الطريق الرسلاني يقدم لنا حضور الشعار. في هذه اللحظات يقدم لنا الذيبة مع المركز الرابع، ولكن نعود إلى شوق من تشتاق للانتصار الغالي مع عبد الرزاق بن معوض العرنون. أبناء ميدان تيمة يتقدمون شعار في هذه اللحظات لبيه مع المركز الأول المنطلقة بانطلاقتها. تحركت شوق لتذهب نحو المركز الأول نحو الصدارة، ولكن القادم سعد بن خلف الدحان قادم والعصا بالابطان يقدم شعاره آخر 500 متر نحو الانتصار. القادمة سيوف سعد بن خلف الدحان، ولكن راحت بالانتصار شوق يا شعار لبيه يتقدم مع المركز الأول. مشكور يا من تتابعها يا من تراقبها على هذا الانتصار. عبد الرزاق بن معوض العرنون أتى بالفنون مع آخر الأمتار، ولكن انطلقت بالانتصار. عبد الرزاق بن معوض العرنون انطلق إلى أبناء تيمة السلام. شعار لبيه يحضر بهذه الانطلاقات المستمرة. تهانينا وألف مبروك لأبناء ميدان تيمة من تألقوا وأرسلوا السلام إلى أبناء تيمة. تهانينا والنوماس والف مبروك. المركز الثاني شعار سعود خلف الدحان مع زعفرانية المركز، سعد خلف الدحان مع المركز الثالث، رابعا عبد الله بن نافل الشمري خامسا.